إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحاتة العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من نداك تعوي غنيم. قال جلال الدين الرومي واصفا ومبينا ما يفعله الحب في النفس الإنسانية من سمو وكمال: إن الحب يحول المر حلوا، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة. وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر. إن الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان المادي في الأجواء ليصل من الثرى إلى الثريا. وإذا سرى هذا الحب في الجبال الراسيات ترنمت طربا. يقول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا رجاء التائبين، يا أمل المستغفرين. كل الخلق يسبح الله ولا يفتر عن ذكره: الحيوان والجماد، الإنس والجان والملائكة، البحار والجبال والسهول والقصور. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بين فيه كثرة العابدين لله وازدحام السماء بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما في السماء موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله ويحمده. وحين سمع هذا الحديث التابعي الثقة عبد الله بن عون قال: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب وثوبه الذي يلبس أكثر منه ذكرا لله. كان فتى من أهل المدينة يشهد الصلوات كلها
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يتفقده إذا غاب عنه ويسأل عنه، فعشقته امرأة من أهل المدينة، وذكرت ذلك